السلام عليكم. الأكلة بتاعت النهاردة ليها ذكريات كتير حلوة عندي، بالأخص لما كنت أرجع من المدرسة الجو برد جدا وأشم ريحة المحشي اللي ماما كانت بتعمله من قبل حتى ما أدخل البيت. فالشتا بالنسبة لي يعني محشي، بالأخص لو اليوم ده فيه مطر، ريحته كده تحسوا إن هي بتدفي البيت. النهارده هعمل محاشي مشكلة على الطريقة المصرية، هعمل له حشوة رهيبة هتطلع معاكم يا جماعة ولا غلطة. في الفيديو ده مش بس هنعمل حشوة للمحشي رهيبة وهتاكلوا صوابعكم وراه، أنا كمان هوريكم إزاي حبة المحشي تطلع معاكم سليمة من غير ما حبة رز واحدة تخرج منها. والأهم من كل ده هوريكم طريقتين لتسوية المحاشي المشكلة سواء في الفرن أو في الحلة. فلو انتم مبتدئين أو مغتربين هوريكم ازاي تعملوا محشي ببساطة ويطلع معاكم ناجح ومن أول مرة كمان. تعالوا الأول نتكلم عن خضار المحاشي، وخلونا نبتدي بالكوسة. الكوسة اللي بستخدمها بتكون بحجم وسط، مش كبيرة قوي فتاخد كمية رز كبيرة وبالتالي تطلع معجنة، ولا صغيرة قوي فما تشبعش. الحجم الوسط ده بيكون حلو جدا. أما البتنجان في منه الأبيض وفي منه الأسمر وفي منه كمان اللي فيه ألوان بنفسجي مع أبيض، بختاره بالسمك ده. ولو حبة البتنجان طويلة قوي ممكن تقسموها على 2. أما عن الفلفل الأخضر فبختار البلدي، بيكون حجم صغير كده وما بياخدش رز كتير، بيبقى دايب وطعم في الأكل أكتر. لو مش متوفر بلدي فعادي جدا ممكن نستخدم فلفل ألوان، بس حاولوا تختاروا أصغر حجم منه. وأساسي طبعا محشي البصل الأبيض اللي قشرته من بره بتكون لونها ذهبي. قدامكم بس حبتين من البصل، لكن دول هيعملوا معانا كمية كويسة قوي من محشي البصل وهوريكم ازاي. ولو هنزود بقى ونعمل محشي طماطم فاختاروا حبة الطماطم تكون جامدة، يعني ماسكة نفسها كده علشان ما تتهريش معانا في الفرن أو في الحلة. بقور الكوسة ازاي؟ ببساطة جدا بقطع الجزء ده من فوق وبشيل من تحت طبقة رفيعة جدا من الجزء ده، بعدين بقيس المقوار على الكوسة من بره، تقريبا بسيب 2 سنتي وببدأ أقيس من الجزء ده، وعند طرف الكوسة من بره بثبت إيدي ومش بحركها تماما. الجزء ده هيكون نفس مقاس لب الكوسة اللي أنا هخرجه، ولو زودت عن كده الكوسة هتفتح معايا. بثبت الكوسة والمقوار بوضع مستقيم، بعدين ببدأ ألف الإيدين عكس بعض، اللي فيها المقوار بتلف لبره واللي فيها الكوسة بتلف لجوه. أول ما إيديا بتوصل لطرف الكوسة اللي أنا حددته من البداية بسحب المقوار لبره على طول وبيخرج معاها لب الكوسة بمنتهى البساطة. الخطوة دي تنطبق على أي نوع مقوار هتستخدموه. أنا ما بحبش الكوسة تكون سميكة قوي عامة، ولا رفيعة قوي من الجدران بتاعتها. لو سميكة قوي مش عارفة أحشيها رز براحتي وطعمها بيكون غريب شوية، ولو رفعتوها قوي من جوه ممكن تتهري معاكوا او تفتح في الفرن، فالوسط هو افضل حاجه. الخطوه الاخيره دي بتكون اختياريه، ان انا بجيب سكينه مشرشره وبمشي عليها من بره، ده بيديها شكل حلو شويه. اللي بخلصها بحطها في طبق جنبي فيه شويه ميه بملح، وبكمل لحد ما بخلص باقي الكميه. اما البتنجان فقبل ما يتقور لازم ادحرجه قدامي، وبوزع ضغط ايديا على طول البتنجان لحد ما تبقى طريه معايا كده. لو حبه البتنجان طويله قوي بقسمها على 2، ولو حجمها وسط بشتغل فيها على طول. بقيس المقوار عليها من بره بعدين بفرغها من جوه. البتنجان لازم نرفع سمك الجوانب بتاعته من جوه شوية على عكس الكوسة، لأنه ماسك نفسه شوية في التسوية. فلو بنستخدم مقوار زي ده هنستخدم الجزء اللي بره ده علشان نرفع بيه البتنجان بسهولة. بضغطه لجوه وبسحب لبره بتطلع معايا الجوانب بسهولة كده. اللي بخلصها كمان بحطها في طبق فيه مية بملح. أما الفلفل الأخضر بشيل الوردة اللي فوق والجزء اللي جوه بفضيه، بعدين بستخدم الغطا ده كغطا ليه في الفرن، ده لو هعمله في الفرن. لكن لو هعمله في الحلة فبقفل الفلفل الأخضر من فوق بقطعة طماطم أو بقطعة فلفل تانية. الفلفل الملون حجمه بيبقى كبير شوية، فحاولوا تشيلوا أصغر جزء منه، يعني ما تفتحوش الفلفل من فوق على الآخر، وما ترموش الجزء ده، بنستخدمه كغطا للفلفل. الطماطم بسيطة جدا، بشيل الوردة اللي فوق بشكل منتظم، بس بشيل جزء سميك شوية علشان ده بستخدمه كغطا للطماطم في الفرن. بحدد قلب الطماطم بعدين بفرغه بالمعلقة وبراعي ان الجوانب بتاعة الطماطم تكون سميكة شوية. قلب الطماطم طبعا مش هنرميه، ممكن نحطه على عصير الطماطم اللي احنا هنحضره للمحشي، او ممكن نعمل عليه طاسة شكشوكة مثلا، ودي بتكون الطماطم بالغطا بتاعها. لو هنحطها في الفرن نحط لها الغطا، ولو هنحطها في الحلة هنحط لها من فوق قطعة فلفل تقفلها. اما عن البصل فوانتوا بتقشروه شيلوا بس القشر اللي بره، ما تحاولوش تاخدوا طبقتين 3 كده وانتوا بتقشروا في البصل. كل اللي بعمله ان انا بقسم حبة البصل بالسكينة لحد النص وبوقف على طول. البصل يا جماعة ما بيتقورش تماما. عندي هنا حلة فيها مية مغلية، بحط فيها البصل بعيد عن النار تماما وبغطي بس ربع ساعة. بصفي البصل من المية وبعدين بشويش ببدأ أفصل طبقات البصل عن بعضها. الجزء الصغير ده بشيله مش هينفع معانا، ممكن نستخدمه في الطبخ مثلا. بعدين ببدأ أفصل طبقات البصل، دي أول طبقة ودي التانية، وشايفين القشرة الرفيعة دي هنشيلها لأنها بتخلي المحشي مرر شوية، وده بيكون شكلها في الآخر بتتلف بسهولة جدا. وحبتين بصل عملوا معايا الكمية دي. ودي كمية الخضار بعد ما قورتها ونضفتها كويس، غسلتها وصفتها من المية. ودلوقتي هجهز الحشو. أنا ما بعملش محشي كل يوم، فبالنسبة لي لازم يتحضر صح بالتسبيكة بتاعته. أول حاجة هبدأ بيها تسبيكة الطماطم. هحتاج 4 حبات من البصل، وسر الخلطة إن البصل يكون مفروم خشن مش ناعم. معلقتين كبار من معجون الطماطم، ومعاهم هنا نص كيلو عصير طماطم، تقريبا 4 كوبايات.
الطماطم بعصرها بأقل كمية مية علشان تبقى تقيلة ومركزة ومش بصفيها تماما. أما عن توابل المحشي اللي بفضلها فبكتفي بس بمعلقة صغيرة من الكمون، الكزبرة، الملح، ومعاهم نص معلقة صغيرة من الفلفل الأسود. مش بزود أي توابل تانية، كل اللي هحتاجه معاهم بس معلقة صغيرة من السكر علشان الصلصة. طاسة على النار يفضل تكون واسعة وعميقة أو ممكن تشتغلوا في حلة. زودت فيها نص كوباية زيت مع معلقة كبيرة من السمنة. المحشي يا جماعة بيحب الزيت، ولو بتحبوا المحشي سبايسي شوية فممكن في الخطوة دي تزودوا حلقات من الفلفل الحار، بياخد طعم المحشي في حتة تانية. زودت عليهم البصل المفروم وبشوح البصل على نار بين الهادية والمتوسطة بدون ما يتحرق أو لونه يتغير. مع البصل شوحت معلقتين كبار من معجون الطماطم. الصلصة أو معجون الطماطم عموما بتفرق في الطعم لما تتشوح في الزيت أفضل من إننا نضيفها في الآخر. بنزل عليهم ب4 كوبايات من عصير الطماطم، وعليهم زودت توابل المحشي، واخر حاجه معلقه صغيره من السكر. تاخد غلوه واحده، بعدين بهدي النار وبسيبها تتسبك تتقل وتبخر اي سوائل فيها. بس كل كام دقيقه كنت بديها تقليبه كده من تحت لفوق علشان اتاكد انها ما تتحرقش من تحت. وده شكلها وقوامها بعد ما اتسبكت، قوام تقيل ولون احمر. تسبيكه تكون بالقوام ده اعرفوا انكم هتعملوا احلى خلطه محشي. بنقل التسبيكه في طبق تاني، وكأهم نصيحه سيبوا التسبيكه تبرد تماما بعدين ضيفوا عليها باقي المكونات. لو ضفنا الرز وهي سخنه ده هيسرع من تسوية الرز، وبالتالي هيطلع معجن معانا مش مفلفل. ولو زودت عليها الخضرة وهي سخنة كمان هتخرج ميتها والخلطة هتبقى مميمية، يعني مش ماسكة قوامها كده. وفي الوقت اللي التسبيكة كانت بتبرد فيه فرمت ربطة كزبرة مع ربطة بقدونس، وزودت معاهم كمان ربطة شبت. ودي التسبيكة بعد ما بردت. هزود عليها نص كيلو من الرز المصري يكون مغسول ومش منقوع. بغسل الرز وبصفيه قبل ما اضيفه على طول على التسبيكة، وتأكدوا ان هو متصفي كويس من المية. واللي بيفرق قوي في طعم الخلطة لما نزود حبة بصل نية تكون مفرومة ناعم، ويفضل ان البصل يكون ابيض ومسكر. زودت معاهم ربع كوباية من الزيت، ونفس التوابل اللي زودتها على التسبيكة في البداية هنزودها هنا كمان. معلقة صغيرة ملح، كمون، كزبرة، ونص معلقة صغيرة من الفلفل الأسود. وعليهم كمية كويسة من الخضرة، كزبرة، بقدونس، وشبت. ولو بتعملوا بالخلطة دي محشي كرنب استغنوا عن البقدونس واكتفوا بس بالكزبرة والشبت، وخلوا الكمية الأكبر من الكزبرة والشبت، البقدونس يكون أقل. بقلب الخلطة دي كويس من تحت لفوق، وشوفولي قوام الخلطة عامل ازاي، لا سايلة ولا خرجت أي مية تماما، لونها أحمر وخضرتها مظبوطة. الكوسة ما بتاخدش رز كتير، بنحشيها بدون ما نضغط الرز فيها. كل اللي بعمله بس إن أنا بخبطها على إيدي أو برجها كده كويس أتأكد إن الرز اتوزع جواها، ومش بملاها على الآخر، بتأكد إن أنا سايبة مسافة فاضية علشان الرز يستوي فيها. في الآخر بقفلها بقطعة طماطم صغيرة أو بقطعة فلفل. البتنجان بقى على العكس من الكوسة، بملاه رز كويس بس ما يبقاش مكتوم علشان الرز يستوي صح. كمان بسيب مسافة 2 سنتي، مش بملاه على الآخر، وبقفله بقطعة طماطم. ونفس الفكرة في الطماطم والفلفل، بحشيهم لكن مش للآخر، المسافة دي بسيبها علشان الرز ينفش فيها ويستوي وما يطلعش مكتوم. أما محشي البصل بحط فيه معلقة صغيرة بس من الحشوة، بعدين بلف وبدخل الطرف تحت الحشوة، بكمل لف لحد ما اوصل للشكل ده. متقلقوش تماما، ما بيفكش خالص ولا بيخرج اي رز. وهوريكوا طريقتين للتسوية، هوريكوا طريقة الفرن وطريقة الحلة. خلونا الأول نبدأ بطريقة الفرن. بحتاج صينية فرن تكون بحجم مناسب لحجم الكمية اللي احنا عاملينها طبعا، ومهم ان هي تكون عميقة شوية، يعني الحواف بتاعتها مرتفعة. وببدأ أرص الخضار بتاعي. الكوسة والبتنجان بركبهم فوق بعض بالطريقة دي. لو هنحط طماطم في الفرن بنحط عليها الغطا بتاعها. الفلفل الأخضر البلدي بيبقى صعب إننا نوقفه زي الطماطم، فبنيمه زي الفلفل والبتنجان بالظبط كده، وبركب كل واحدة فوق التانية، وكل حبة فلفل فيهم قافلاها من فوق بحبة طماطم أو حبة فلفل. رصيت جنبهم البصل الأبيض وكملت باقي الصينية، وبحط مع الصينية دي في جنب راس توم سليمة. ودلوقتي هجهز الشوربة أو المرقة اللي هسقي بيها المحشي. في مرق المحشي ممكن نستخدم مية مع مكعبين من المرق، ممكن لو سالقين بط هيبقى لذيذ جدا كمان مع المحشي، ممكن لو سالقين فراخ، سالقين لحمة. أنا كان عندي شوربة لحمة موجودة في التلاجة فهستخدمها، هستخدم كوبايتين من الشوربة، وهزود باقي الكمية من المية. زودت معاهم مكعب واحد من مرقة الخضار، وعليهم معلقتين كبار من معجون الطماطم. لو مستخدمين الكمية كلها مية فهنستخدم مكعبين من المرقة، معلقة صغيرة ملح، نص معلقة صغيرة من السكر، وعليهم معلقتين كبار من الزيت، وبسيبها تاخد غلوة واحدة بس على النار لحد كده. وده المرق بتاع الخلطة المصري، ما بنزودش عليها أي حاجة تانية. لكن لو حابين ممكن تزودوا معلقتين كبار من دبس الرمان، أنا بحب دبس الرمان قوي فهزود منه معلقتين كبار. تاخد غلوة واحدة بس وبطفي النار على طول. بس الصينية بالشوربة، وأهم خطوة ما تخلوش الشوربة تغطي الكوسة من فوق، يعني المستوى ده كويس جدا، يدوب تبقى واصلة لمستوى الكوسة أو مستوى أقل من الكوسة بشوية. بغطيها بورقة خبز بعدين بالفويل، وبقفل بيه الصينية كويس قوي بحيث ما تخرجش أي بخار بره. بدخلها فرن ساخن كويس قوي، وبحط الشبك في الرف اللي تحت. الحرارة أول 10 دقايق بتكون على 200 لحد ما ياخد غلوة، بعدين بهدي الحرارة ل 180 وبسيبه لمدة ساعة ونص. وده شكله بعد ساعة ونص.
بعد ساعة ونص بالظبط تفتحوا عليه هيكون استوى ودايب ورهيب. تقدروا تقدموه كده على طول، بس انا بحب احمر الصينيه من فوق شويه، فهفتح عليه الشوايه ياخد لون خفيف واخرجه على طول. طيب لو هعمله في الحله فممكن تعملوه ساده او تعملوا الغدا كله في حله واحده وتحطوا معاه اللحمه تحت. لكن في البدايه بشوح اللحمه، طاسه على النار بزود فيها فصين من المستكه وبسخنها كويس قوي. اول ما المستكه تدوب ببدا ازود اللحمه اللي استخدمتها هي لحم رقبه ضاني، لو حابين ممكن تستخدموا ريش ضاني، النوعين دول بيستووا بسرعه جدا وما بياخدوش وقت تماما. بديها رشه ملح وفلفل اسود، ولما تتحمر من الجهتين بخرجها على طول. برصها في الحلة من تحت، وممكن تحطوا معاها كمان شرايح بصل أو طماطم، وببدأ أرص عليها المحشي. فاض عندي معلقتين من الرز فحشيت بيهم كده كام واحدة ورق عنب صغيرين فهحطهم تحت، وعليهم محشي البصل، كام واحدة محشي بتنجان، ومحشي الفلفل لو ملاحظين قافلاه بقطعة فلفل من فوق، ومعاهم كام واحدة كوسة. مش لازم تماما توقفوا الخضار جوه الحلة، حطوه بنفس الطريقة دي هيطلع مستوي معاكم من غير ما ولا واحدة تخرج الرز من جواها، وهيطلع دايب ولذيذ من غير ما يتهري أو يبوظ معاكم. آخر حاجة بزود عليها راس توم سليمة ومعاها قرنين من الفلفل كده هيدوها طعم حلو، وبسقيها بنفس الشوربة اللي أنا حضرتها من شوية. وأهم حاجة مستوى الشوربة ما يعديش مستوى الخضار من فوق. آخر حاجة بحط عليها حاجة تقيلة أو طبق مثلا، بعدين برفعها على النار. في البداية النار بتكون عالية لحد ما ياخد غلوة واحدة بس، ما تسيبوش المحشي على النار يغلي كتير وإلا الحشوة هتطلع من جواه. بمجرد ما يغلي بهدي النار وبسيبه لمدة ساعة ونص. بعد ساعة ونص هتسمعوا الصوت الحلو ده. الصوت ده هو علامة التسوية، يعني الحلة دي جاهزة للأكل. على طول كده اقلبوها وهي سخنة، واللحمة مع المحشي بيبقى غدا في حلة واحدة. ساعة ونص بالظبط المحشي هيكون استوى واللحمة استوت ودايبة جدا، ولا واحدة من الخضار فكت، ولا واحدة بس خرجت الرز بتاعها، لذيذ ودايب وطعمه رهيب. ودي الصينية بعد ما طلعت من الفرن ريحتها بتبقى قلب البيت وطعمها رهيب يا جماعة. صحيح المحشي في الحلة حلو قوي، بس كمان المحشي في الفرن ليه طعم مختلف شوية. وأهم حاجة ما تنشفوش المحشي قوي في الفرن، يعني خرجوه في الصوص بتاعه ده بيديله طعم حلو قوي. انا بحب احمر المحشي اكتر من كده شويه، يعني ياخد لون اكتر من كده، بس عشان التصوير والحركات وكده فقلت بلاش الحاجه تكون غامقه قدامكم. بس في العادي بديله تحميره اكتر من كده شويه الصوص اللي بيكونوا في الصينيه من تحت او في الحله من تحت ما ترمهمش تماما، بيبقى طعمهم رهيب. ممكن تقدموهم جنب الاكل، او لو حابين تسخنوا المحشي تاني ممكن تستخدموهم في تسخين المحشي. الكوسه دايبه والرز مفلفل جواها، اما الفلفل الاخضر البلدي فاحلى حاجه فيه انه ما بياخدش رز كتير، يعني الواحده كده على قطمتين وتحسوا انكم بتاكلوا محشي بجد. محشي البصل مش واخد حقه تماما، ومن احلى الحاجات اللي انتم ممكن تعملوها، بالاخص لو كان في الحله من تحت واتلسع شويه فبيبقى طعمه رهيب. ولو في الفرن افتحوا عليه الشوايه يتحمر وهتدوقوا احلى طعم. اكتر صنف مفضل بالنسبه لي هو محشي البصل ومحشي البتنجان الابيض، بالاخص لو واخدين لون حلو من فوق ومن تحت كده فيهم شويه صوص، يعني بيبقى رهيب يا جماعه. متنسوش تكتبولي في التعليقات ايه اكتر صنف محشي مفضل بالنسبه لكم، هل في حد زيي ولا لا؟ المحشي من الحاجات سواء اتاكل بارد او ساخن بيبقى طعمه رهيب. جربوه، رجعوا اكتبولي رايكم هنا في التعليقات. اشوفكم على خير في فيديو جديد ووصفه جديده، مع السلامه يا حلوين.